عندك فكرة إن مصر من أكتر الدول اللي فيها شركات ناشئة؟ جايز واحدة من أهم أسباب لظهور شركات ناشئة كتير في مصر إن في بعض المهن ملهاش شركات كبيرة تحتوي أصحاب المهن دي، يعني مثلا لو أنت مهندس في شركات كتير جدا زي شركات المقاولات ممكن تحتويك كخريج. في بعض مهن زي مثلا الصناعات اليدوية زي صناعة الخزف، صناعة المجوهرات، صناعة الملابس، صناعة الأحذية، مفيش شركات كبيرة ولا صغيرة لأصحاب المهن دي. فلو تلاحظ بدأت تظهر مثلا براندات ملابس مصرية صحابها مصممين أزياء مثلا، او بتجيب بتبيع اكسسوارات فضه ونحاس، او محلات اونلاين بتبيع احذيه وشنط مصريه. وطبعا بوجود السوشيال ميديا وانفتاح العالم على بعضه والاونلاين شوبينج خلى المهن دي او المشاريع دي تطلع اسهل للنور. حاليا انت مش محتاج في بدايتك يكون عندك محل مثلا، مش محتاج في البدايه تتحمل اعباء المحل من كهرباء وايجار وغيره، ممكن تبدا عن طريق الميديا وتسوق منتجاتك وتبيعها بدوسه زرار. الفكره بقى هنا في ايه؟ ان معظم الحرف دي بتدرس في الكليات، يعني جايز مثلا يكون في ناس اكتسبت المهنه دي بشكل متوارث لان في مهن موجوده من زمان جدا جدا في مصر، لكن الحرف والمهن دي بتدرس فعلا جوه الكليه زي فنون تطبيقيه وفنون جميله، بيتم تدريسهم كل حاجه تخص المهنه دي من الصفر للاحتراف. وبالمناسبه بجد بيخرجوا عباقره في المهنه دي. الموضوع مش عشوائي خالص، مش مجرد فكره خاتم او جزمه جاتلك وهتعملها وخلاص، الموضوع محتاج رسم واسس هندسيه احيانا عشان تخرج بالمنتج. واللذيذ بقى في الحرف اللي زي دي انك انت تقدر تاخد فيها كورسات وتتعلمها من الصفر وتحترف فيها وتكبر فيها لو انت فاتتك الكليه دي. يعني مثلا لو اكتشفت ان انت بتحب المهنه دي او الحرفه دي وفاتتك الكليه فتقدر بسهوله تعمل شيفت كارير ليها. هتتعب في الاول لكن هتعمل حاجه بتحبها وهتكبر فيها باذن الله. في بقى صناعات تانية ملهاش كليه، لما اكلمك فيها هتعرف ان هي مش عميقه قوي لدرجه ان انا اعمل لها كليه مخصوص، لكن عشان تنجح الصناعات دي انت محتاج تدرس حاجات معينه في كليه معينه، زي مثلا التسويق والمبيعات. الحرفه نفسها ممكن ما تكونش محتاجه كليه لكن الدعايه ليها محتاجه كليه. وفي مهن تانية ظهرت بسبب التطور التكنولوجي اللي احنا فيه ولا زال لغايه النهارده مش موجود ليها اي كليه، زي ديجيتال بينتينج مثلا. حاجات موجوده ومهمه وناس كتير بتحتاجها بس لسه ملهاش كليه. ايا كانت المهنه دي ليها كليه او ملهاش فانا هعرفك بيها باذن الله في السلسله دي، وهكلمك عنها بالتفصيل وهعرفك الاسس بتاعه المهنه دي وبتتعلم فيها ايه. الهدف من السلسله دي ان لو انت مثلا في ثانويه عامه وتايه وحبيت الفكره ممكن تدوس في الكليه دي، او لو حاسس انك انت مش في المكان المناسب ومش في الكليه المناسبه تقدر بسهوله تعمل شيفت كارير للمهنه دي. وازاي لو حابب تبقى صاحب بيزنس من دول تدخل انهي كليه وتعمل ايه. وخلي بالك نقطة مهمة جدا، لو انت حبيت مهنة ملهاش كلية فده مش معناه ان الكلية مش مهمة، شهادة الكلية مهمة، انت لازم تخش الجامعة، وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت انك انت تتعلم علشان العلم نفسه، والحياة الجامعية والتعليم الجامعي هيضيف لك كتير جدا فوق ما تتصور. فانتظر باذن الله اول حلقة من حلقات السلسلة دي، وباذن الله تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وباذن الله القناة والسلسلة يعجبوكم. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. السلام عليكم.